اليمن ستكون اليمن أمام عدة أحداث وتطورات جديدة داخلياً وخارجياً خلال المرحلة المقبلة، وبعض الدول الغربية ستقوم بحسم أمرها من خلال عمل عسكري كبير لحماية المياه الدولية والسفن حول العالم، وميناء يمني كبير في قلب هذا الحدث. وحرب السفن في البحر الأحمر لن تبقى محصورة ما بين حدود اليمن والحوثيين، وأنا أراها تشهد تصعيد كبير وتتوسع إلى خارج مجال البحر الأحمر، وذلك بسبب وقوع حدث بحري كبير وخطير سوف نشهده قريبا جدا في قلب مياه إحدى الدول حول العالم. وأرى ضربة عسكرية كبيرة تقوم بها أمريكا فوق اليمن، مما سيجعل الحوثيين يقومون بالرد من خلال إطلاق صواريخ دقيقة على أهداف مفاجئة وغير متوقعة أبدا، ردا على العدوان ضد اليمن. من بعد كل هذه الأحداث التي تشهدها اليمن، سنسمع عن ظهور اسم رئيس الوزراء السابق اليمني محمد سالم باسندو على الواجهة الإعلامية من جديد لقيادة اليمن، مع دعم كبير من الشعب اليمني وبعض الأطراف الخارجية والقبائل اليمنية. وصدقني لا أمان في اليمن إلا بهذه الشخصية المحبوبة من كل الأطراف اليمنية والقبائل، هو رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندو. لو يعني أنا كنت حكيت عنه بحلقات سابقة، كلهم يكتبوا لي إنه رجل صار كبير، ما خص الكبر، أو يعني رئيس الأمريكاني بايدن قد إيه عمره؟ ما دخل العمر. صح. قبل ما نكفي بالدول، أعطينا التوقع من التوقعات المنفردة. الله يستر. الله يستر. حالة من الرعب والذعر سوف تنتشر داخل طائرة ركاب مدنية وهي في الجو بسبب حصول عطل طارئ ومفاجئ يصيب هذه الطائرة، وسوف تسيطر حالة الفوضى والأجواء المرعبة داخل هذه الطائرة بين الركاب لفترة زمنية قبل أن يتمكن قائد الطائرة من السيطرة عليها والهبوط بها بسلام من دون أن يتأذى أحد من الركاب. وسنرى ركاب هذه الطائرة ينزلون منها وهم في حالة صدمة وذهول وبكاء ممزوج بالفرح على نجاتهم من الموت بأعجوبة. بس عم شوف منظر، عم يفرجونا منظر الطيارة مرعب. يعني هدول تبعون الأكسجين نازلين والفوضى بقلب الطيارة، لا ما ضروري، بس العطل كان رح يسبب بكارثة. أنت دايما توقعاتك أغلبها بتصيب الطيران، يعني كمان مؤخرا ما هو توقعتي وفاة كابتن، توقعتي وفاة كابتن طيارة وبالفعل صار. الله يرحمه. الله يرحمه.